يجيب عليه الدولي المغربي عبد الحميد الكوثري الذي أثار رفضه لحمل قميص أنا شارلي قبل أشهر زوبعة إعلامية كبيرة. نسيم طالبي مراسلنا في فرنسا يعرفنا على حياة اللاعب عن قرب. دعونا نتابع. فرنسي المولد، مغربي الأب، إسباني الأم، مسلم الهوية والقيم. هو عبد الحميد الكوثري، مدافع مونبولي الذي أقيمت الدنيا ثم أقعدت في بلد مولده إثر رفضه حمل قميص كتب عليه أنا شارلي بعد حادثة الاعتداء على المجلة الساخرة. التقيناه فسألناه عن القضية التي أخذت حينها بعدا إعلاميا كبيرا. القضية أثارت جدلا كبيرا. كما قلت في السابق، لست تشارلي، لم أكن بعد الاعتداء على المجلة ولن أكون أبدا. ما كان علي أن أغير موقفي وأن أحمل القميص هكذا. أعارض أن يتم التهكم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو على نبي آخر. هذا الأمر غير مقبول. أنا أيضا أعارض الاعتداء، لذلك رفضت ارتداء القميص واكتفيت فقط بحمل شارة سوداء تضامنا مع الأهالي. في بلد تزايد فيه عداء أهله لكل ما هو مسلم، وخاصة بعد هذه الحادثة، سؤال أضحى على كل لسان: هل يصعب على اللاعب المسلم المحافظة على دينه ومبادئه وقيمه في فرنسا؟ في فرنسا مقارنة مع دول أخرى صعب أن تمارس شعائر دينك، ولو أن هناك حلولا لكل شيء. في رمضان يطلب منا عدم الصوم، خاصة وأن شهر الصيام يكون في الصيف مع تحضيرات بداية الموسم، ويتطلب ذلك جهدا كبيرا، لكننا مسلمون والدين فوق كل شيء. عبد الحميد الكوثري مثال هو إذن للاعب المحافظ دينا وقيما رغم الصعاب وتكالب المتربصين. نسيم طالبي، بين سبورتس، مونبولي.